عسلامة ومرحبا بكم في قناة إيبيسكو جيتي. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا وصفة مبكبكة، وهو طبق شعبي ليبي من المطبخ الليبي، وهو شبق معناها يتميز بالبساطة متاعو، ويعملوه الزواولة كما نقولوا نحن هنا. كما قاعدين نشوفوا قاعدين نحضر في المقادير. أنا باش نعملها مبكبكة مودو ميو معناها بالطريقة متاعي أنا. الطبق هذا طبق اقتصادي معناها على باز، هو طبق اقتصادي وهي مقرونة الجارية بتاعنا نحن، لكن هي طبق ليبي يعملوه توا ولاو بالعلوش، يحطوا فيه دجاج، يحطوا فيه برشا حاجات. انا باش بدات الوصفه شويه باش نعملها وصفه اقتصاديه. عملت لحم مفروم، خذيت 250 غرام لحم مفروم، عملت له شويه لفاح، عملت الباز نتاعو شويه فلفل اكحل، كركم، ملح، فلفل مرهوج، وحطيت له زعتر. شيخته بالزعتر خاطر الكعبر باش نعملهم فيهم الجو هذاك من الكعبر نتاعي، باش نعمله بالكعبر. باش نستحق لهنا بعد ما كملت خلطت اللفاحات نتاعي باش نبدا نكعبر في الكعبر نتاعي، باش نعملهم حجم صغير ياسر. ما تنساوش باش تحضروا صحفه بالماء تبلوا بها يديكم هكاك باش الكعبر يجيو رطبين وما يرسخش اللحم في يديكم، يجيو مزيانين، ما يقعدش اللحم مفروم يبدا مكشفر هكا، يجيو ياسر مزيانين الكعبر. نقعد نكعبر، وما تنساوش وانتم قاعدين تكعبروا باش تشتركوا في القناه كان اذا كان ما اشتركتوش، سينو باش تدعمونا باللايك بالكومنتات نتاعكم وبالبارتاج، وشكرا للجميع. انا نعمل كعبر صغار مش صغار ياسر وما همش كبار ياسر، معناها نعملهم فرد حاجه بالناس الكل كما قاعدين تشوفوا معناها. خاطر علاش راهو اللحم مفروم ومش نعمل مكرونه التيب فيسا ماهيش باش تشد لي برشا وقت، معناها ماهيش باش نعمل كما الوصفه معناها التقليديه نتاع الليبيه، باش نحاول باش نعملها مودو ميو على طريقتي انا. لان حضرت لك عبر نتاعي اللحم مفروم ما يتكلفليش، معناها تكلفت لي حكايه 2 €50 3 € اللحم مفروم. الطماطم باش نستعمل طماطم مركزه، باش نستعمل مغرفه طماطم مركزه، والطماطم باش ناخذ عصير نتاع الطماطم اللي هي اللي في الدبوزه. توا شباب باش نبداو نحضروا نبداو نطيبوا في المقرونه نتاعنا. ناخذوا مقله نحطوا شويه زيت فيها. اول حاجه باش نعملها باش نسخن الزيت نتاعي، وبعديك باش نقلي فيه 3 قرون فلفل حارين، وبعديك باش نحاول الفلفل هذاك مش باش نسحقوا جيس باش نقلي بيه، وبعديك باش نعاود نرجعه في اخر الترتيب نتاعي. هنا الفلفل تاب نخرجوا من المقله نتاعي، ومن بعد توا الزيت هذاك نتاعي نقص له من النار، وباش نحط لك عابر نتاعي يتقلاو. نصيحه كي نحطوا لك عابر ما نحاولوش باش نحركوهم ديريكتومون، خليهم دقيقتين حتى اللي تحسوها معناها بدات تعمل في الكروستا نتاعها، ولا بدات تشوفوا فيها تعمل في الحريقه كي بدات تعمل تغير اللون نتاعها، راهي جاهزه باش نجم تقلبها. سينو باش تشد لك في المقله راهي باش تتفزر لك اللحم وتفسد البيعه الكل. كما قاعدين نشوفوا لهنا هما شفتهم بدات عملت الكروستا نتاعها، نجم دوروا لي الكعبر نتاعي. توا ان فوا تقلاو لي الكعبر على الشريط نتاعهم كلها، باش نقوم نحيهم من المقله هذيك، وباش نقوم بعمليه التقليه نتاع الطماطم والهريسه العربي نتاعي، باش نبدا نخدم في الصوص نتاعي. هوني نحط مقدار مغرفه كبيره طماطم معجونه، طماطم مركزه، مغرفه ونص هريسه حسب الرغبه. الهريسه بتباع كل واحد كيفاش يحب. لحد الان راني ما زلت ما حطيتش فحات، لان الفحات باش نحطهم في الاخر. بطبيعتي مانيش نستعمل برشا فحات، بطبيعه باش نستعمل 3 سنون ثوم 4 سنون ثوم، باش نستعمل فلفل اكحل، شويه ملح، وشويه تابل وكرويه كان موجود، سينو ما تستحقوش. لان بعد ما قليت الطماطم تاعي كما شفتوا في فيديوهات سابقه معناها عمليه التقليه، قمت معناها باضافه الماء. نحطوا الماء شيخها بالماء براتيكمون تعطيت لها برشا الماء، خاطر كما قلت لكم راهي على باز كما المقرونه الجاريه، لكن انا مش نعملها كما هما المقرونه الجاريه، باش نعملها شتر الجاريه وشتر ماهيش جاري. لان زدتها الماء نتاعها، نقوم باضافه الكعبر نتاعي. تو باش نحط الرند وباش نزيدها الثوم. هون نقوم بالتحريك ونغطيها ونخليها تطيب في قلاع حتى تشرب الماء نتاعها، وتكون الصوص نتاعي حضرت، خاطر قاعد نخدم بالطماطم كونسونطري. لهنا شوفوا الطماطم معناها الصوص نتاعي المرقه نتاعي شربت براتيكمون كل شيء طيب. نزيدها الدبوزه نتاعي انا نتاع الصوص هذيك، باش نزيد نحلها بشويه ماء، ونقوم باضافه اللفاحات نتاعي اللي هو فلفل اكحل وملح، شويه تابل وكرويه، ونغطي عليها ونخليها تطيب لمده 10 دقائق اخرين. تكون حاضره باش نضيف لها المقرونه نتاعها. هوني الصوص نتاعي يكون حضرت براتيكمون ولات لي عاقده بالكدا، اغزروا لك كيفاش جاتني عاقده بالكدا. بزيدو بلوس وقتها معناها تحطوا المغرف ولا تحطوا المغرفه تاخذ لصق. لان الكميه نتاع اللي عملتها انا كميه كبيره ياسر، معناها سيرتو باش نحط مع المقرونه وما تنجم تسخنها غدوه حي، خاطر المقرونه ماذا بيك تاكلها في وقتها هنا. دونك باش نقسم على مرتين هكاك، باش نعمل بارتي الليله والبارتي الاخرى باش تحفظ بالي في الفريجيدير نعملها في نهار اخر. توا ناخذ الباقي اللي قاعد لي باش ناكلوا الليله. هذيك الباز نتاع الطماطم نتاعي، ما نساش انا قريتها بالكدا الطماطم نتاعي، وما نساش لي احنا راه الوصفه نتاعنا اللي هي المبكبكه اللي هي باش تجي مقرونه جاريه. تو نعاود نحلها بالماء. المقدار اللي باش نحط فيه المقرونه نتاعي اللي باش نصمتها في المرقه هذيك
بالطبيعة بعد ما زدت الماء ما نساش باش نحط القرنين فلفل اللي قليتهم من الأول في الزيت، وباش نقوم بإضافة المقرونة نتاعي. هي مقرونة فل اللي هي تتماشى ياسر مع الوصفة هذه. بالطبيعة المقرونة نتبعوها بشوية بشوية، كل مرة نحاولوا باش نحركوها باش ما تلصقناش في القاع، وهكاك نشوفوا وقتها طابت المقرونة نتاعنا طابت. إذا كانت تحبوها جارية تنجموا تزيدوها الماء، إذا كانت تحبوها كيما باش نعملها أنا نحبها تشرب الصوص نتاعها ماهيش جارية ياسر، وزادة ما تكونش شايحة ياسر. توا تشوفوها كيفاش النتيجة نتاعي أنا، معناها تتحكموا في الماء كيما تحبوا انتم. لأن المقرونة نتاعي حضرت كما قاعدين تشوفوا شربت الماء نتاعها، ما جاتش جارية كما الوصفة الليبية، ها كما نحبها أنا. باش نزيد بعديك نزيد نغطيها باش تعاود تشرب أكثر الصوص نتاعها. باش نزيد نعملتها معناها كما نقولوا نحن لمسة شخصية نتاعي، قصيت لها شوية معدنوس لهنا طفيت عليها النار باش نخليتها بالمعدنوس هذاك، خدتها خلاها تشرب شوية، وبعديك باش نحط في صحن. نون يكون كملت التحضيرات بتاعي كلها، خليتها شربت الصوص نتاعها كيما قاعدين تشوفوا الريزلت الاخراني. معناها جاتني مقرونه معناها كيما المبكبكه، لكن ماهيش جاريه، لكن زاده ماهيش كيما المقرونه بالصلصه نتاعنا نحنا، فيها بزايد مقرونه وشاربه الصوص نتاعها. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. هذه وصفه اقتصاديه، وان شاء الله مع وصفات اخرين مع ايبيس كوجيتي. شكرا للجميع.